شكرا. اليوم التمويل جهه الرباط والاداره تقدم الشكر الجزيل مسؤولين المديريه الاقليميه بالخميسات خصوصا كيف السيد المدير الاقليمي سيد القصر المصالح وجد السيد المسؤول عن قطاع الرياضه والاقليم السيد المسؤول. هذه الدوريات الدوريات من رمضان الكريم كتجي تكفيدا توجيهات السيد الوزير وزير التربيه الوطنيه والتكنولوجيا والرياضه في اطار اغلاق الرياضي بالجهه. طبعا هذه الدوريه ديال رمضان كتنظم على مستوى جميع الاقاليم والاقالات في المغرب كامل، على مستوى الجهه المصريه للاداره تسعه الاقاليم سبعه منهم اللي كيطبقوا دوريه رمضان. الاهداف الاساسيه ديال هذه الدوريه ديال رمضان هي محاربه التهميش وادماج فئات واسعه من الشباب اليافعين وادماجهم في الانديه باش يستقروا بهم ديالهم باش يخرجوا اقليميات جهويات وطنيات في الانتخابات الوطنيه. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع الأطفال والشباب المشاركين في النسخة الثالثة من الدوري الرمضاني لسنة 1400. طيب سير. بسم الله الرحمن الرحيم. دريس أرحو معكم، مسؤول عن مكتب الرياضة في المديرية الإقليمية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. اليوم كنعيشوا الحفل الافتتاحي ديال الدوري الرمضاني بنسخته الثالثة، واللي كتقيس الجمعيات الرياضية غير المنضوية تحت اللواء ديال الجمعيات والفئات العمرية الصغار والفتيان والشبان. وهي مناسبة كنقلدوها سنويا، وحنا كنوصلنا دابا للنسخة الثالثة. انتم شفتوا كيفاش دازت الاجواء ديال الحفل الافتتاحي اللي شاركت فيه ازيد ما يزيد عن 300 الى 400 مشارك. الحمد لله كلشي متعطش باش يدوز هذه البطولة في جو بديع. وودي انني نشكر السيد المدير الاقليمي على الدعم ديالو وعلى المواكبه ديالو وعلى يعني الشكل ديالو باش يدوز هذا الدوري في احسن الظروف. وكنشكروا كذلك المنابر الاعلاميه، وكنشكركم انتم على الدعم وعلى المسانده، ونتمنوا ان الدوري يدوز في اجواء رمضانيه بهيجه باذن الله تعالى. شكرا. ياك الصف الاول على يحيى مقدمي، رئيس الخليه الجهويه للرياضه بالاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين جهه الرباط على القنيطره. نحن الان بصدد اعطاء الانطلاقه الرسميه لدوري رمضان بمديريه الخميسات. هذا الدوري كيجي تنفيذا لتوجيهات السيد الوزير وزير التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه، طبعا في اطار اغلاق العرض المدرسي والارتقاء بالممارسه الرياضيه على مستوى الجهه. هذا الدوري كيتنظم على مستوى الاكاديميه 7 الاقاليم والعملات بجهه الرباط والقنيطره. عطات الانطلاقه ديالهم كاملين. من الاهداف الاساسيه ديال هذه الدوريات هو التحسيس باهميه ممارسه الرياضه والمساهمه في انتشار الرياضه على الصعيد الوطني، وتطوير الرياضه والتنقيب على المواهب الرياضيه وادماجها داخل الانديه اقليميا جهويا ووطنيا. بهذه المناسبه كنبغيو نشكروا جميع الاطر الرياضيه بمديريه الخميسات، على راسهم السيد المدير الاقليمي بالخميسات، الاطر الرياضيه والجمعيات المشاركه طبعا، ووسائل الاعلام اللي كتتبع هذه الانشطه الرياضيه. شكرا لكم جميعا.